في أشياء يجب الشخص أن يؤمن بها. شو هذه الأشياء التي يجب على الشخص أن يؤمن بها؟ أول شيء، أنت دايما الشيء اللي الشخص ما بيعرف عنها شيء، هذا الشيء راح يدوم معاه بشكل كبير جدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا اعملوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فأنت لما تسوي شيء معين ما تقول حق أحد أنا بسوي وبعمل، لأنه أنت لو قلت هذا الشيء ما راح يدوم معاك. لكن الشيء اللي أنت بتعمله بالكتمان هذا الشيء راح يدوم معاك بشكل كبير جدا. رقم 2، اللي بحبك بصدق ما في أي شيء راح يبعده عنك. رقم 3، احنا عارفين ان الدنيا دوارة، يعني اللي ظلمك واخذ حقك هيجي يوم ويجي شخص يظلم هذا الشخص وياخذ حقه مثل ما هذا الشخص ظلمك واخذ حقك، لانه الدنيا دوارة. رقم 4، احلى شيء في هذه الدنيا انه الشخص يلاقي احد شبهه، احد يفهمه في نفس الوقت. رقم 5، الناس من بعيد احلى، مثل القمر من بعيد تشوفه انت احلى، ولكن انت لما تقترب من القمر راح تلاقي منظر القمر مو حلو. فالناس لما يكون بعيدين عنك، الناس في بعدهم يكونوا احلى بكثير من القرب منك. رقم 6، دايما انسى الماضي وفكر في الحاضر، لانه الماضي لو انت فكرت فيه عمر الماضي ما راح يرجع، عمر الماضي ما يرجع. ايوه ساعات او بعض الاوقات بيكون الماضي احلى، بس للاسف خلاص لازم انت تعيش الواقع اللي احنا عايشينه. رقم 7، الوحيد اللي راح يستمر معاك طول حياتك هو نفسك انت، هذا راح يستمر معاك طول حياتك. رقم 8، الشخص الاصيل. لاحظ النقطة هذه، الشخص الأصيل مهما حصل خلاف بينكم عمره ما يفضحك ولا راح يفضح أسرارك. هذا الشخص الأصيل، لأنه في أوقات بيحصل مثلا خلاف بين زوج وزوجته، تلاقي إنه مثلا الزوج بيفتح زوجته سبب خلاف مثلا أدى لطلاق، فتلاقي إنه الزوج بيفتح زوجته. فالشخص الأصيل دايما هو اللي ما بيفضح أسرارك ولا يفضح أي شيء عنك، هذا بيكون الشخص الأصيل. رقم 9، الشخص القوي هو اللي دايما بيتذكر أشياء، دايما هذا الشيء بيكون سيئة بالنسبة له، يعني شيء سيئة حصلت معاه في الماضي، ولكن لما يتذكر هذا الشيء هذا الشخص ما بينكسر أمامها. هنا هذه هو القوة الحقيقية. وإياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تلوم نفسك.